لو محتارة تعملي أكل إيه النهاردة، تعالي نعمله أكلة جميلة ومغذية وسهلة وسريعة ومكوناتها في كل بيت. السلام عليكم. هنعمل العجة اللي مفيش بيت بيستغنى عنها، وأهالينا زمان كانوا على طول بيعملوها، وبتنفع في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. ما شاء الله. هنجيب بصلاية كبيرة وهنقطعها طرنشات صغيرة، هنحضرها. بعد كده هنجيب الطماطم بتاعتنا وهنقطعها قطع رفيع، بس تكون الطماطمية جامدة معانا ما تكونش مستوية. وهنقطّعها برضه قطع صغيّرة، كده هنقطّع حوالي نُص كيلو طماطم أو حسب الكمية اللي هتعمليها. كده قطّعنا الطماطم معانا هدّرنا البصل. هنجيب بقى الفلفل، عندِك فلفل رومي أو فلفل حامي، لو ما بتاكليش حامي ما فيش مشكلة، قطّعي فلفل ملوّن أو فلفل رومي، الفلفل الموجود هتقدري تستخدميه. أنا هنا حطّيت فلفل حامي مع فلفل رومي. بتقطّعي برضه قطع صغيّرة. بعد كده بتجيبي الخضرة، أي الخضر الموجودة، إحنا عايزين كزبرة وبقدونس وكُفْس أو الخضرة اللي موجودة عندِك، بتغسليها كويس تقطّعيها قطع رفيّعة برضه. كده إحنا حضّرنا الخضار بتاعنا، الطماطم والبصل الفلفل والخضرة. هنبتدي بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا وهنحط فيها 3، 4 معالق زيت، وهنحط البصلاية، وإحنا بنقلّب البصلاية بمجرد إن هي تبتدي تلوِّن أو تبتدي تاخد لون، بنكون حاطين الفلفل، تاخد تقلبتين برضه مع البصلاية. بعد كده بنحط الطماطم، تبتدي الطماطم مَيّتها تنشف معاكِ. بعد كده هنحطهم في حاجة وهنبتدي نبردهم شوية، لازم يبرد معاكِ الخليط ده شوية، نبتدي نبرده. هنكون محضرين البيض، إحنا هنا هنحط 4 بيضات. لو البيض عندي دوّة كان كبير، لو البيض رفيع ممكن تحطي 5 بيضات. وأنتِ بتحطي البيض تحطي بيضة، بيضة وتقلبي كل واحدة وتقلبي شوية، وتحطي فلفل أسود عشان البيض. وبعدين هتحطي الملح بتاعِك، وهتحطي نُص معلقة كمون، وورقة مرقة أو مكعب مرقة أو كيس مرقة فورية. هتقلبيهم كلّهم معاهم، وكده حطينا الخضرة. وبعد كده تحطي الدقيق. الدقيق بقى هتحطي من معلقتين ل3 معالق حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها، أو حسب ما تبتدي تمسك معاكِ، بس ما تخلّيهاش لا خفيفة ولا تقيلة، بتبقى وسط. بتحطي الدقيق، بترشي شوية، شوية عشان ما يكلكعش معاكِ وتقلبي. قلبتِ الدقيق خلاص داب معاكِ، بعد كده بتحضّري البيكنج باودر. هيكون عندِك البيكنج باودر هتحطي معلقة مش مليانة، تحطي البيكنج باودر وبرضه تقلبي كويس جدًا. قلبنا كده الخليط، وما شاء الله بقى ريحته في منتهى الجمال والخليط كده يعني كده كمل معانا. بنجيب بقى الصينية بتاعتنا وبندهنها زيت، وبنبتدي نحط في قلبها الخليط بتاعنا. حطينا الخليط بنكون إحنا مسخنين البوتاجاز، يكون البوتاجاز سخن معانا على 180 درجة، وبعدين بنحط الصينية في الرف اللي في النُص. المهم إن الفرن يكون سخن. كده حطيناها ما شاء الله. هنبتدي بعد كده فردناها، بعد كده ندخّلها الفرن. ما بتاخدش معانا وقت كبير، حسب حسب حرارة الفرن عندِك.